لا تقسيم ولا فيدرالية ولا كونفدرالية. وأنا بالأسف من يطالب بالتقسيم هم ليسوا سوريين، ومن يطالب بالفيدرالية ليسوا سوريين، هم لاجئون بالتأكيد يعني، وهم قلة قليلة ليسوا هم الكثيرين. وبالتالي نحن بالديمقراطية، مبدأ الديمقراطية ماذا تقصد باللاجئين؟ يعني قبل مرة ذكرت قلت تعبير اللاجئين عن الأكراد وقامت القيامة عليك. ما قامت القيامة، هذه كلمة حق. أكراد الموجودين في شمال سوريا، شمال شرق سوريا، هم لاجئين من تركيا، عمرهم من زمن في سوريا أقل من 60-70 عام. وبالتالي يعني أنا كلاجئ في ألمانيا في ملايين العرب، هل يستطيع ملايين العرب في ألمانيا وفرنسا وأوروبا أن يغيروا شيء بالقانون؟ لا يستطيع. بالعكس تماما، أي لاجئ عربي صار له 200 سنة بألمانيا إن تحدث باتجاه الدستور الألماني أو الفرنسي أو حتى إن لم يتحدث بلغتهم فورا يتم إخراجه خارج. إذا نحن قلنا نعيش دولة مواطنة. أنت لاجئ حسنا، مرحبا بك. أنت بغض النظر مكونك، أنت ابن سوريا، لك مالية وعليك ما علي، وهذه دولة المواطنة. لا أعتقد أن هناك ديمقراطية